هنعمل مع بعض أكلة كلنا بنحبها، كبير وصغير. أكلة جوع آخر الليل ولمة الصحاب والكلام الجميل ده كله. هنعمل حواوشي، وبسم الله كده. حواوشي يعني بصل وفلفل وشطة اللي هي السبايسي دي، ويا سلام لو في فلفل ألوان أو فلفل لونه أحمر، هيبقى الموضوع مختلف تماما. هنقطع البصل عشان هنضربه في الكبة، يعني نساعد الكبة عشان تطحنه طحنة كويسة. وكذلك الفلفل برضو هندخل راس الفلفل اللي جوه كده ونشدها تاني لبره، هتخرج بكل سهولة من غير ما نهدر اي حاجة من الفلفل. وهنقطعه برضو تقطيعة كده علشان نحطه مع البصل في الكبة. وزي ما قلتلكوا لو في فلفل الوان الوضع هيبقى مختلف تماما. وكام واحدة شطة سبايسي كده، حواوشي لازم يبقى مشطشط بصراحة، بس لو في اطفال ما تحطوش براحتكم. هنقطعهم وهنفرمهم في الكبة وهنصفيهم كويس جدا. هنصفيهم كويس جدا علشان العيش ما يشربش مية وما يبقاش زي مبلول كده، مش هيقرمش ومش هيتحمر حلو. ده كيلو لحمة، فرمنا البصل مع الفلفل وصفيناه كويس جدا. هنضيفه على اللحمة. عايزاكوا بقى تسمغوهم تسميغة محترمة، يعني نعجنهم في بعض كويس قوي لحد ما يبقوا كلهم حاجة واحدة، لحد ما اللحمة تعمل زي خيوط كده. هنحط معلقة صويا صوص، بتدي تدخينة حلوة قوي قوي للحمة، مش بتعمل حاجة ومش بتبان طعمها، بس بتدي تدخينة حلوة قوي للحمة. وهنحط بهارات عادية جدا، ملح وفلفل وشطة وسبع بهارات او بهارات لحمة وكمون. وانا بحب احط كيس بهارات من اللي هي الجاهزة بتاعت الحواوشي، بتدي تست حلوة قوي برضو. لو مش حابين براحتكم، بس هي بتعلي التست قوي قوي يعني. ونسمغهم كويس قوي لحد ما يبقوا زي ما انتوا شايفين كده. فحمة متولعة، ايوه فحمة متولعة، وهنطفيها باي مادة دهنية على اللحمة وهي نية. ايوه على اللحمة وهي نية، بتدي تدخينة قوي للحمة. واللحمة بتفضل شامة ريحة الفحم طول اليوم، حتى لو بات بيفضل ريحته فحم برضو، بيعلي التست قوي. ده عيش حواوشي جاهز، عيش ابيض وسميك يا جماعة، مش رقيق، يعني فيه لحم من جوه العيش. بنفتحه بس فتحة صغيرة خالص بالمقص، بحيث ان احنا نعرف نحشيه كويس. كيلو اللحمة ده هيرمي معانا كمية حواوشي محترمة على فكرة. والرغيف كويس ومضمون، وانتي عارفة انتي عاملة ايه، وطبعا نفسك الحلو قبل اي حاجة، فالموضوع مختلف. هنقسم اللحمة كور قد بعضها بالبركة كده يعني، وايدك تبقى ميزان بحيث ان كل الارغفة تبقى مقاس واحد وشبه بعضها. كورة زي ما انت شايفة كده، وبتمسكي الرغيف وبتحطي اللحمة بكل سهولة، بتحشيه، تفردي اللحمة من جوه كده. حواوشي ده من الاكلات الشعبية اللي الناس كلها ما بتختلفش عليها بصراحة. بكل سهولة بتضغطي من فوق لتحت كده، ومن تحت لفوق اللحمة بتتوزع في الرغيف كله، اول قطمة زي اخر قطمة. كيلو اللحمة ده هيعمل معانا حوالي 13 رغيف حواوشي مثلا، وكلهم قد بعض وكلهم طعمهم حلو وكلهم متحمرين، والبيت ريحته شوي وريحته فحم وريحته حواوشي والفرن شغال. لا الموضوع مختلف بصراحة. وبتسندي الرغيف على البلانشة كده، وبتحشي عادي جدا، بتدخلي كده بايدك وبتضغطي من بره على اللحمة، بتتسوى في الرغيف كله زي بعضه. زي ما انتوا شايفين كده، دي الكمية. هنا اللي معايا دي مادة دهنية، مش سمنة ومش زيت، ده بوش او دهن متسيح بشوية زيت صغيرين.
ده بيودي الحواوشي في حتة تانية بقى. ده الموضوع مختلف تماما. ندهن الصينية كده، وانا بحب احمر الحواوشي في الفرن يا جماعة. احنا ممكن نحمره في طاسة على البوتاجاز عادي جدا، على كل وش 4 دقايق لحد ما يستوي. بس الحواوشي الاساس بتاعه الفرن. العيش بيتقرمش وبيتحمر كويس، واللحمة من جوه بتبقى مستوية وطرية، والموضوع مختلف تماما عن البوتاجاز من فوق. هندخلهم في الرف اللي تحت الاول يتشمعوا من تحت، وبعد كده ندخلهم تحت الشواية. بصولي على الجمال والحلاوة اللي بكيلو لحمة. انا مش هتكلم، هسيبكم انتوا تتكلموا وتجربوا وتقولي رأيكم.